من الفنجان اللي يشربه. شوف، أنا لي موقفين من القهوة. الموقف الأول إنه أنت تشوف دائما واحد يشري قهوة ب20 ريال ومخه ما يسوى ريالين، هذه اقتصاديا غير مجدية بالذات في زمن الرؤية. ثانيا إدمان السعوديين على القهوة اللي ما له مبرر، يعني كذا يصحصح، ولو صحصح يعني يقول لك اشرب قهوه عشان اصحصح. طيب لا صحصح، ايش الفرق؟ زي ما صحصح ولا قبل ما صحصح، التفكير واحد ما تغير. ثانيا انا ما زلت متمسك بتحريمي للقهوه، شرب القهوه انا بالنسبه لي افتيت من زمان انها حرام، وكانوا في مكه قبل 150 سنه يجلد من يشربها على انها ماده مسكره. افتيت يعني كذا من نفسك؟ لا عندي مبرراتي 5، طال عمرك يمكن تصير سادس. اولا انها هي مويه مره حاره تشرب في درجه حراره 51. طيب وش المشكله؟ لا يعني انت حار تشرب حار، اشرب شيء بارد. لا يعني الحين ترى هذه وجهه نظري، ما احب انا ما ولا نقنع احد، انا ما اقنع احد، انا اقول انا ما بكتم العلم، بقول العلم عندي. ترى هذه قهوه. ايوه، وانا ابغى ما ابغى اسمع لك وانا استمتع ايوه، بشرب ولا ابغى القهوة. احد يعني ما ابغى احد يرد علي، هو يسمع كلامي ومو لازم اقنع احد. انا في حياتي ما حاولت اقنع احد، انا اقول اللي عندي حلو. واسمع اللي عند الناس، لكن تظل المسافه في مسافه نختلف فيها. هذا واحد. ثانيا ماده مره، وبالتالي عشان انت تعوض المراره تاكل كيلو تمر، فانت رفعت السكر واستهلكت تمر بزياده وخسرت الامه وشربت قهوه. يعني ثنتين زي اللي مثلا وداوني بالتي كانت هي الداء، زي ما يقول المثل السوري، اذا كان المركب غرقان ادفشه برجلك. يعني خساره من هنا انك ترفع السكر وترفع الضغط بالقهوه. الشيء الثالث انه غاليه الثمن، احنا في زمن الرؤيه نبحث عن الاكل المفيد الرخيص، قهوه وهيل غاليه جدا جدا. رابعا طال عمرك انه اصبحت ادمان. يعني انا امي الله يحفظها كان فتره من الفترات جاء لها الم في المعده، فقال الطبيب لازم تقللين القهوه. امي ادمنت، ما عاد فصارت مسكينه تشم القهوه شم على اساس انه تخفف من الادمان اللي صاير. اذا هي ادمان. ماني عارف انا اللذه اللي لاقينها الناس عنا لعنا ترى الكيف للهيل ما ذاق راع الكيف ذقتها هنيه. انا ما شايف فيها. هذاك المره امي الله يذكرها تقول قم يا ولادي لا تفوتك الدله، قلت يا ويمتي انام احسن لي، ايش اقوم اشرب مويه مره، اقوم عشان اشرب مويه مره. فانا اقول لك انه يجب اعاده النظر في موضوع القهوه، واتمنى انها زي ما رفعوا اسعار الدخان والضريبه تزاد على القهوه، لانها ما هي مشروب اساسي، وبعدين هي ترى دخيله على الجزيره العربيه، احنا ما نعرفها، احنا نعرف المويه، نعرف الاشياء الطبيعيه. اذا انت مضطر يا اخي اشرب شيء عدني مطعم بالهيل، لكن انا ما زلت مصر على التحريم، وزلت اطالب باعاده حد. ترى هذا كلام معروف عني، ولاني مهم اقنع الناس، لكن اهم اني ابري ذمتي. ارفع للافتاء طبعا وجهه نظرك وشوف. أنا عندي مواصفات شيخ من الجامعة الإسلامية، عندي وثيقة إني شيخ، أنا أملكت الدليل إنها هي أكثر ضرر من الدخان، الناس محاربين الدخان هي أكثر ضرر من الدخان. كيف حكمت إنها أكثر ضرر من الدخان؟ اسأل